حكاية بنت من مصر في حارة بسيطة في القاهرة اتولدت بنت اسمها مريم. من أول يوم وهي بتسمع الكلمة اللي بتتكرر البنت ملهاش غير البيت والجواز. بس مريم كان عندها حلم أكبر بكتير. كل يوم الصبح كانت تبص من الشباك على أخوها رايح المدرسة وهي قاعدة في البيت. قلبها كان بيتقطع، نفسها تمسك كراسة وقلم زي باقي العيال. وفي يوم وقفت قدام أبوها وقالت يا بابا أنا عايزة أتعلم. أبوها اتفاجئ بس إصرارها خلاه يغير رأيه وسجلها في المدرسة. مريم دخلت الفصل كانت فرحانة كأنها دخلت جنة، اتعلمت كبرت وطلعت من الأوائل. بس كل مرة تنجح تسمع الناس بيقولوا هو يعني البنت هتعمل ايه بالتعليم، آخرها هتتجوز وتقعد في البيت. كبرت مريم واتخرجت من الجامعة واشتغلت في شركة صغيرة، هناك شافت التفرقة بعينيها. زمايلها الولاد بياخدوا مرتبات أعلى منها مع إنها بتشتغل أكتر، والترقية تروح لولد أقل كفاءة بس عشان هو راجل. سكتت في الأول لكن جواها كان في نار. قررت تثبت نفسها بالشغل وبقى صوتها مسموع في الاجتماعات. بس المعركة الأكبر كانت مع العنف، مرة في الشارع حد حاول يضايقها، مرة في الشغل اتقال لها هو ايه اللي جابك هنا أصلا. لكنها وقفت وقالت أنا مش ضعيفة، أنا ليا حقي ومش هسكت. مريم كملت مشوارها وانضمت لمبادرات ضد التحرش وساعدت بنات غيرها يلاقوا صوتهم. بعد سنين تعب دخلت انتخابات المجلس المحلي في منطقتها، الناس استغربوا بنت في السياسة، لكنها نجحت. بقت أول واحدة من منطقتها تمثل صوت الستات والبنات. النهاردة مريم بقت رمز البنت مصرية اتقال لها لأ مليون مرة، لكنها عملت من كل لأ سلم يطلعها لفوق. قصتها مش مجرد قصة شخصية، دي قصة كل بنت في مصر بتحلم وبتكافح وبتقول أنا نص المجتمع وصوتي لازم يتسمع.